فلوسك هتروح لتسديد ديون مصر وتقوية اقتصادها ودعم جيشها وتعليم ولادها، والأزهر هيعلن الأرقام اللي بتتجمع أول بأول، مفيش لف ومفيش دوران. اللي بيتبرع يصور فيديو يقول أنا فلان وأنا اتبرعت لمصر بالدولار بمبلغ كذا، وده عشان يشجع باقي الناس. وعندي يقين إن كل جنيه رايح في مكانه، ومع الأزهر أنت مطمن. وشجع غيرك، اعمل ترند واعمل تحدي اتبرعت لمصر في هاشتاج. خليك أول واحد يبدأ مش أول واحد يندم. اللي يتبرع لبلده بياخد ثواب في الدنيا والآخرة، صدقة جارية. يمكن الفلوس اللي اتبرعت بيها تحمي جندي أو تداوي طفل أو تمنع صاروخ يوصل بيتك. وعشان الكلام ما يفضلش مجرد كلام، بالنشر الإعلاميين الشرفاء والصحفيين الكبار والمسؤولين في الدولة افتحوا صندوق رسمي تحت إشراف الأزهر الشريف، واعلنوا عن رقم الحساب في كل القنوات. الناس عايز تتبرع بس عايزة تطمن، عايز تعرف فلوسها رايحة فين وبتخدم ايه. احنا مستنيينكم، وهاشتاجنا هيبدأ من دلوقتي، اتبرعت لمصر او هاشتاج صندوق الأزهر لدعم مصر. انا هكون اول واحد يطلع الفيديو بس مش اخر واحد. بلدنا بتنادينا وانتوا عندكم المايك، قوموا بدوركم وانشروا الخير. اللي هيتبرع يقول بصوت عالي انا اتبرعت لمصر. داخلين على ايام صعبة، الديون واكلة قلب البلد والغلاء بيعصر الناس، ولو قامت حرب وربنا يستر مفيش بنزين مفيش ذخيرة مفيش امان. حتى فيلتك ولا عمارتك ولا شقتك هتحميك. لما الحرب بتيجي مبتفرقش بين غني وفقير، الصاروخ مش بيشوف ماركة عربيتك، هو بيقصف فيلا بيهد عمارة بيهد بلد بالكامل. طب وانت فين؟ فنان، مغني، لعيب كورة، يوتيوبر، رجل اعمال، انت عملت ايه عشان بلدك؟ ام كلثوم كانت بتلف العالم تغني وتقول فلوس الحفلات للمجهود الحربي. عبد الحليم بيغني خلي السلاح صاحي، بيبيع التذاكر لمصر مش لنفسه. طب انت فين؟ فين دعمك؟ فين الفلوس اللي المفروض تعمل بيها بلدك اللي ربتك وطلعتك نجم؟